الخطوط الجوية العراقية الرحلة 163. في 25 ديسمبر 1986 أقلعت طائرة الخطوط الجوية العراقية الرحلة 163 طراز بوينغ 270-737 في رحلة اعتيادية من مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمان، متوجهة إلى مطار بغداد الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، وعلى متنها 91 راكباً و15 من أفراد الطاقم. وبعد مرور بعض الوقت على إقلاع الطائرة من المطار، قام 4 أشخاص بمحاولة اختطاف الطائرة، إلا أن مسؤول الأمن في الطائرة العراقية حاول منع الخاطفين من السيطرة على الطائرة، وهو ما أدى إلى قيام أحد الخاطفين بإلقاء قنبلة يدوية على مقصورة الركاب، وهو ما أدى إلى حدوث فجوة في بدن الطائرة وانخفاض للضغط، وهذا ما جعل قائد الطائرة يتخذ قراراً بالهبوط الاضطراري. وأثناء ذلك ألقى أحد الخاطفين قنبلة يدوية ثانية على غرفة قيادة الطائرة، وهو ما أدى إلى انشطار الطائرة وسقوطها وتحطمها بالقرب من مطار عرعر المحلي شمال السعودية. تحطمت طائرة الخطوط الجوية العراقية داخل الأراضي السعودية، مودية بحياة 70 شخصاً، ونجا باقي الركاب وهم من قاموا بنقل تفاصيل عملية الاختطاف للعالم. وتعتبر عملية الاختطاف هذه من بين أسوأ عمليات خطف الطائرات التي تمت ما بين عامي 1985 و 1986. اتهمت الحكومة العراقية إيران بالوقوف وراء عملية الاختطاف، وبعد فترة قصيرة من العملية ادعت منظمة موالية لإيران تسمى الجهاد الإسلامي المسؤولية عن عملية الاختطاف. وتعرفت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA على أحد الخاطفين للطائرة العراقية، ويدعى ربال خليل جالول، وقد تطابقت صورته إلى بوستر لقتلى حزب الله في أحد المساجد بالقرب من بيروت. ويؤكد البعض أن الخاطفين الأربعة داخلوا مطار بغداد الدولي قادمين من بلغراد كمسافري ترانزيت، يخفون قنبلة يدوية بلاستيكية لدى كل منهم في المنطقة المنفرجة ما بين الساقين، وبعد ذلك ارتدوا فوقها كرسي نسائية لشدها على إسادهم وعدم كشفها عند تفتيشهم في المطارات، فمكثوا في صالة ترانزيت في بغداد من دون تفتيش على اعتبار أنهم خاضعوا للتفتيش من البلد الذي قدموا منه. ويؤكد عراقيون عاشوا تلك الأيام أن الحكومة العراقية لم تعلن إطلاقاً بأن الطائرة قد سقطت وفيها هذا العدد من المسافرين، وإنما تم الحديث في لقاء مع رجال أمن الطائرة كيف أنهم سيطروا على الوضع بعد قتل الخاطفين. وخرجت صور لرجال أصيبوا بجهة الرأس برصاص مسدس، وتم تكريم رجال الأمن في وقتها. إلى ذلك قال شاهد على تلك الحادثة من ضمن المحققين في الحادث ويعمل في مطار بغداد الدولي: أنا كنت مشاركا في التحقيق بالحادث في حينها، وفي الحقيقة كان الخاطفون الملقى القبض عليهم 2 ينتميان إلى حزب الله اللبناني، أحدهما أصيب بطلق ناري في بطنه من قبل أمن الطائرة، وعند سقوطه رمى قنبلة يدوية مما تسبب في إيقاف عمل الصندوق الأسود، وكذلك تسبب في فتح ثغرة في باب القيادة. والثاني استغل الفتحة وكان شابا صغير السن لا يتجاوز عمره 17 سنة، فرمى قنبلة أخرى داخل القيادة سقطت بين ساقي مساعد الطيار، وعندما حاول رفعها لغرض رميها خارجا انفجرت عليه. وبعد سقوط الطائرة حاول الاثنان الهرب، إلا أن الأمن السعودي ألقى القبض عليهما. وهذا الحادث لم يكن الأخير، فقد سبقه محاولة اغتيال وزير الخارجية طارق عزيز من قبل ميليشيات إيران في العراق. في أبريل 1980 تعرض طارق عزيز لمحاولة اغتيال، وذلك في الباب الرئيسي للجامعة المستنصرية، بينما كان طلبة الجامعة منتشرون على جانبي باب الجامعة لاستقباله، حيث ألقى شخص متخرج من معسكر الصدر ومنتسب لحزب الدعوة قنبلة يدوية على موكبه، واستطاع أفراد حمايته تحويطه بسرعة، ولكنه أصيب في يده بشظايا القنبلة. وأصيب العديد من طلبة الجامعة والمتواجدون في باب الجامعة بجروح. وبعد الحادث حضر صدام حسين إلى الجامعة المستنصرية وألقى كلمة على الطلبة، وحينها قال: نحن نرقص على أكتاف الموت. أعلنت الحكومة العراقية في حينها أن هذه المحاولة مدعومة من إيران، واتهمت حكومة الرئيس صدام حسين على الفور حزب الدعوة بالقيام بتلك المحاولة.